بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ve bugün Kur'an'ın yarısından ve tamamından yarışmaya giren kardeşlerimizi dinleyeceğiz. Dün ikindiden sonra 800'den yarışan kardeşlerimizi ve başka bir ortamda da bayan kardeşlerimizden yarışmaya katılanları dinledik. Bugün de inşallah Kur'an'ın yarısından ve tamamından bu yarışmaya katılan kardeşlerimizi sırayla dinleyeceğiz inşallah. Bugün dinleyeceğimiz ilk yarışmacımız Özbekistan'dan katılıyor yarışmaya. Yahya Şemseddin. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. السؤال الثاني اقرأ بقوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. المتسابق نعمة الله إسماعيل من قرغيزستان. السؤال الأول اقرأ من قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه
له إبراهيم. السؤال الثاني: اقرأ من قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. المتسابق نصاب الدين عثمان من طاجكستان. السؤال الأول: استعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ من قول الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. السؤال الثاني: اقرأ من قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم. وقف أنوار القرآن وقف أنشئ في تركيا لنشر أنوار القرآن الكريم في العالم كله، وهو أنشئ منذ سنتين تقريبا، وله أفرع في اسطنبول وفي أماكن أخرى. Envar Kur'an Vakfı Türkiye'de merkezi İstanbul'da olmakla beraber hedeflediği kitle bütün İslam alemine Kur'an'ı sevdirmek ve Kur'an hizmetini yapmaktır. انظر إلى الكاميرا تفضل. ونحن أسسنا هذا الوقف هدية من العرب المهاجرين إلى إخوانهم الأنصار في تركيا. Envar Kur'an Vakfı'nın kuruluşu nereden oluştu? Biz Mısırlı muhacirler olarak, Türkiye'de yaşayan Mısırlı muhacirler olarak Türkiye'nin bize kucak açmasından dolayı duyduğumuz memnuniyet ve sururu, biz de ne yapabilir düşüncesi oluştu. Bizim Mısırların en güzel şekilde Kur'an okumaları, en güzel şekilde Kur'an'ı anlamaları ve Kur'an-ı Kerim'i okutmalarından dolayı biz bir vakıf kuralım ve buna Türk halkına hediye edelim. Bu da bizim hizmetimiz olsun Türk halkına. لنا أنشطة كثيرة نريد أن نقدمها إلى هذا البلد الحبيب تركيا. مثل مشروع التوأمة العربية التركية بالقرآن الكريم، ومشروع المقرأة الإلكترونية لتعليم المسلمين القرآن الكريم في العالم كله.
Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen çok genç var, çok genç potansiyel var. Ve Envar Kur'an Vakfı olarak da biz istiyoruz ki hem vakıf merkezinde hem de elektronik ortamda Kur'an-ı Kerim'i bütün kalplere nakşedelim. Kur'an'ı sadece okumakla değil, onu hayatı şekillendiren bir hayat nizamı olduğunu bütün alemi İslam'a da bu şekilde nakşedelim. نعم وإن شاء الله تبارك وتعالى في العام القادم ننظم مسابقة عالمية في كأس العالم في القرآن الكريم إن شاء الله. Şu an bu sene Ramazan ayında bugün itibariyle yapmış olduğumuz dünden beri Şehzadebaşı Camisi'nde yapmış olduğumuz Uluslararası Kur'an-ı Kerim Musabakası bizim ilk Kur'an-ı Kerim yarışmasıdır, hafızlık yarışmamızdır. Bundan sonra inşallah bu yapacağımız hafızlık yarışması bütün İslam alemini kapsayacaktır. نحن سعداء لتواجدنا في تركيا وهي تحتضن وقف أنوار القرآن الكريم. Önceki cümleden tamamlamam gereken bir cümle var. Bu Kur'an-ı Kerim hafızlık yarışmasına bu sene 43 ülkeden 3000 hafızın başvurusuyla ve bugün de burada finalinin gerçekleşmesi ile yarın da ödül töreninin yapılmasıyla nihayetlenecektir. Ve biz gerçekten bu teveccühten ve Türkiye'nin bize kucak açmasından çok memnunuz ve çok mutluyuz. وقف أنوار القرآن يعد مجموعة من القراء أمثال عبد الباسط والمنشاوي ليقرؤون في مساجد تركيا جميعا. Biz istiyoruz ki Vakfı Envar Kur'an olarak istiyoruz ki Türkiye'de Abdülsamet, Minşevi, Sıddıkı ve bu Kur'an hafızların hepsi, mesela Şeyh Mustafa Guneym kendisi Mısır karilerinden, istiyoruz ki Türkiye'deki bütün Selahaddin camilerine de meşhur şeyhlerin Kur'an okuyacağı, namaz kıldıracağı, bütün cemaate bu şekilde hitap edeceği bir ortam inşallah yaratmaya çalışıyoruz. Ve bizim yetiştirdiğimiz hafızlar da inşallah bu minvalde ileride bu şekilde görevle yapacaklardır. وقف أنوار القرآن أيضا يعلم اللغة العربية للأتراك خاصة الأئمة والخطباء. Aynı zamanda Envarul Kur'an Vakfı olarak biz imamlara, müezzinlere, imam hatiplere ve ilahiyatlara vakıf merkezinde ve farklı yerlerde Arapça dil eğitimi de veriyoruz.